السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كل اللي بيتفرج عليا في احسن حال وفي احسن صحة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا وعلى الأمة الإسلامية بخير. فيديو النهاردة هعمل معاكم الفتة على الطريقة المصرية. هوريكم ازاي تعملي، يعني هقول لكم على الأول قطعية اللحمة وازاي تعملي أحلى شوربة تعملي بيها الفتة. العيش اللي شارب من الصلصة والرز المفلفل، كمان طريقة الصلصة وقوامها المظبوط وشوية تكات كده تاخدي بالك منها. في الأول لكل اللي متابعني وبيتفرج عليا ما تنساش اللايك والشير، ولو بتتفرجي عليا لأول مرة كملي معايا الفيديو للآخر، ولو عجبك الفيديو انزلي حطي لايك واكتبي لي تعليقك على الفيديو. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اول حاجة انا استخدمتها هنا في الفيديو، هنتكلم عن يعني قطعية اللحمة. قطعية اللحمة، لا لو انت عايزة تطلعي شوربة حلوة قوي عندك كذا قطعية لحمة تقدري تختاري ما بينهم. اللحمة دي قطعية سن، شايفين الدسم وملبسة ازاي. السن من احلى قطعيات اللحمة اللي انت تنفع تعمليها سلق وتنفع طبيخ. تاني حاجة لو انتي عندك موزة، برضو الموزة الدسم اللي فيها بيبقى حلو جدا بس اقل شوية من السن، والجيلاتين بتاعها بيبقى عالي، الناس اللي بتحب الجيلاتين فممكن برضو تنفع للسلق وتعملي منها برضو فتة حلوة قوي. برضو عندك بيت اللوح، دي برضو قطعية تالتة ممكن، بتبقى حتة كده ملبسة، تشتريها من عند الجزار. بتنفع للسلق وللطبيخ. تمام. فانا هنا استخدمت قطعية السن معاكم. يبقى احنا كده متفقين، عايزة تاكلي حتة لحمة حلوة يبقى تكون اللحمة ملبسة بتاعتك. تمام. انا دلوقتي عملت ايه، جبت حلة فاضية سخنتها على النار، حطيت قطعتين زبدة زي ما انتوا شفتوا كده. الحلة كانت سخنة، نزلت فيها اللحمة. انا ليه غطيت؟ بس علشان الطرطشة وكده، اشمع بس اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين اللون ده، خدت اللون الحلو ده، اتشمعت، قلبتها على الناحيتين. نزلت بمعلقة سكر كبيرة، المعلقة دي صغيرة يعني انا اديتها معلقة وبعد كده ربع كده، فحوالي معلقة سكر، وتقومي مقلبة كده تقليبة، ما تسيبيهاش بقى في السكر كده كتير. هنقلب بس كده تقليبة، اول ما تحسي ان السكر بدأ يكرمل اللون اللي هو الذهبي اللي تحت الخفيف ده خالص، في المرحلة دي يعني ما نسيبش بقى السكر يتحرق، لا هننزل بالمية المغلية على طول. نكملها مية علشان نسيبها تغلي، وتطلع الريم بتاعها. تمام. بعد كده بشيل الريم من عليها. وانا برضو كنت جايبة من عند الجزار علشان الشوربة بتاعتي تبقى حلوة اكتر، فكنت جايبة ماسورة كده من عنده. وجهزت بقى بصلاية وجزرتين وطماطمياية واتنين ورق لورا او ورق غار، وده زر ورد وحبهان وقرنفل. العدد ده بقى بتاعك انتي، حطي العدد اللي انتي عايزاه من الحبهان او القرنفل متواجد عندك حبة مطحون حطي. انا دايما بيبقى عندي الاتنين بصراحة، بستخدم ده في حاجات وده في حاجات، بس قلت المرة دي احط حبهان كده يعني فصوص. وكنت مطلعه كيس ملوخية ده بيفك كده جنب الحلة، بس عشان يعني كنت حابة اعمل برضو طبق ملوخية. هنا بقى الشوربة، طبعا الحاجة دي لسه نازلة دلوقتي بعد ما شلنا الريم. نسيت اقول لكم على قطعية اللحمة، يعني القطعية اللي انت تحبي بقى تقطعيها سواء كبير او صغير. انا كنت حابة ان انا اخلي اللحمة كبيرة كده، يعني انا حابة ان القطع كده على الفتة تبقى القطعة مالية مركزها كده يعني. شايفين الشوربة خفيفة ازاي؟ لسه طبعا في الاول، فبوريكم بس القوام بتاعها واللون بتاعها عامل ازاي، عشان كمان شوية هوريكم لونها بقى بعد ما اللحمة تستوي. ما بنحطش ملح دلوقتي. ببتدي اعمل بقى الصلصة. معلقة توم كبيرة في حتة زبدة كده، وقمت جاية ايه بشوحها كويس، يعني هصفرها كده وسط، يعني مش هحمرها قوي، وهنزل بفنجال من الخل. ده كده فنجان من الخل. وكنت عصرة بقى حوالي 5 6 طماطميات، لان انا هعمل نص كيلو رز بس، يعني 5 طماطميات دول حوالي بالظبط 5 طماطميات، عصرتهم وصفتهم ونزلتهم كده على التوم بالخل، ونص معلقة صلصة، لان كمية الصلصة دي مش كبيرة. وهنزل بقى بالملح. ظبطي ملحك، ما تحدقيش قوي الصلصة عشان بتفرق في الفتة، يعني ظبطي ملحك ملح بسيط. البهارات دي بقى 7 بهارات انا اللي بطحنهم، يعني على ايدي في البيت، كل ما بيخلص بطحن، وان شاء الله هبقى اعمل فيديو لطحن ال7 بهارات. وحطيت فلفل اسود. بس كده، وهسيبها بقى تتسبك كويس على نار متوسطة.
تمام. ومش عايزه الصلصه تكون تقيله، يعني هي صلصه الفته لا تقيله ولا خفيفه قوي، قوامها يبقى مظبوط، فهنسيبها كده على نار متوسطه تتسبك براحتها. العيش ده عيش بلدي عادي برده، حوالي يعني حوالي رغيف ونص، مش كتير. حوالي بالظبط، ايوه رغيف ونص. انا بس قسمت الرغيف اللي فوق ده على اتنين، وعملت العيش زي ما انتوا شايفين كده مكعبات. ما بنحبش العيش يبقى تقطيعته كبيرة قوي، بس التقطيعة دي مناسبة. لو حابة تقللي التقطيعة دي، في ناس بتحب اصغر من كده، تمام مفيش مشكلة. هنا بقى خطوة ان انا احمر العيش في الزبدة وشوية زيت برضو عشان يقرمش، يعني معلقة زبدة وشوية زيت. وهنا انا يعني ما بدخلش، مش دايما بدخل العيش الفرن، يعني انا دايما بحمره كده في الطاسة. واول ما بينزل كده طبعا بتبقى النار عاليه، بعد كده بتخلي النار وسط علشان ما يتحرقش منك طبعا. انا مش جايبه المرحله بالظبط، لكن انتي يعني جايبه لكم ايه. انا مهديت النار، خليتها على وسط، وقعدت اقلب فيه طبعا حوالي 10 دقايق. فحوالي 10 دقايق عشان تطلعيه اللون الحلو الجولد ده، تفضلي تقلبي تقلبي في العيش علشان ما يتحرقش منك. ودي سن التوم كده، يعني ربع معلقه توم بس عشان ياخد طعم التوم. احنا عايزين الفته تبقى واخده يعني خل وتوم في كل حاجه، في الصلصه في العيش. ونزلت عليها برضو على قد مقدار التوم، نزلت زبده بالظبط في مكان فاضي كده في الطاسه، وتقلبي فيهم بس يعني يا دوبك يتشمعوا كده او يصفروا بسيط بس. وبعد كده تقلبيهم بقى في بعض كده مع العيش. طبعا هياخدوا من طعم بعض وهيبقى طعم العيش حلو. وهترشي رشة ملح على العيش برضو عشان يبقى مظبوط. تمام. ناخد بالنا من التفاصيل. وبعد كده طبعا هنزل برضو حوالي ربع فنجان من فناجيل القهوة خل، بس كده. وهقلب في العيش وهسيبه بس على جنب عشان انا هو بعمل الرز. انا بحب اعمل الرز في الاكله دي بالزبده او السمنه البلدي. انا حبيت هنا بس عشان الدنيا تبقى خفيفه شويه عملته بالزبده الصفرة. فمعلقه زبده صفرة حلوه كده. وشويه زيت. طبعا مقدار الماده الدهنيه دي عينك انتي اللي بتاخد بالها، يعني لازم بصي الزيت الرز كله يبقى واخد من الماده الدهنيه، ما تحسيش ان هو قليل وانتي بتشوحي الرز. هنا بوريكم ان النار طبعا اول ما بينزل بتبقى النار عاليه، وبرده كالعاده بنخلي النار وسط بقى علشان نبتدي نعمل الرز من غير ما يلزق في الحله ولا حاجه، وياخد التحميره، يعني ياخد تشميعه كده حلو، يسخن قوي 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 مع الزبده والزيت. وبنزل هنا ببقى غاليه الكتل. تمام. بنزل بقى بميه مغليه فوق بحوالي عقله صباع كده فوق الرز. الرزة دي على فكرة وسط، مش تخينة قوي، فما بتاخدش مية كتير. ناخد بالنا من نوع الرز، لو الرزة تخينة هتاخد معاكي مية كتير. هنا بقى بملح الشوربة، لان خلاص اللحمة كانت يعني هي مش بس داخلة في السوا، هي تقريبا كانت استوت يعني. الشوربة هنا كانت حلوة جدا. طبعا انا سقيت من الشوربة دي في الصلصة، يعني احتجت ان انا احط كبشتين شوربة في الصلصة. تمام. لما اول ما اتسبكت معايا، انا بحب اعمل قوي بقى الحركه دي، اللي هي ان انا اجيب اللحمه واشوحها كده في حته زبده بملح وفلفل اسود. انا هنا طبعا مش حاطه كميه اللحمه اللي كانت معايا في الفيديو ده كان كيلو و200 جرام بالظبط. انا هنا مش مطلعه الكميه كلها، انا سايبه بس قطعتين، في حد كان عايز ياكل لحمه مسلوقه عاديه، فسايبه قطعتين على جنب ومشوحه الباقي. فده مش الكيلو وال200 جرام. تمام. طلعت جزء وزبت قطعتين كده في ميه في الشوربه. وهعمل ايه دي شوربة الملوخية. حطيت توم ني في الشوربة، وهنا معلقة زبدة ومعلقة توم بيتحمر على الناحية التانية. طبعا الشوربة هنا والملوخية دي انا مفرزاها نفس تفريزي للملوخية. هبقى اسيب لكم لينك تفريز الملوخية في الفيديو ده. طبعا الشوربة هنا بتاعة اللحمة كانت طبعا بتغلي، بس انا مهديه النار في المرحله دي، ونزلت الملوخيه وهقلبها دلوقتي. مهديه النار خالص عبال ما التومه تتحمر، وبقلب في اللحمه. تمام. الصلصه كانت هنا اتسبكت والرز كان اتعمل. فقلت بس افور الملوخيه الاول قبل ما اقدم شكل الاكل معاكم. هنا بحمر بقى في التوم، نقلت كده على النار التانية وهحط شويه كزبره. ما حطيتش حبهان المره دي، نسيت، بس انا دايما بحط كزبره وحبهان مع تحميره الملوخيه. ودي بقى كانت الطشه. طبعا هي الملوخيه ملهاش مجال معانا قوي هنا، بس حبيت برضو اوريكم واشارككم شكل الاكل. انا عملت كده يعني ساعتها عملت ملوخيه جنب الاكل. واللي كمل معايا الفيديو ووصل معايا لحد هنا، انزلوا بقى حطوا لايك يا جماعه. وعاوزه اقول لكم ان الفته دي يعني الفته المصريه غير الفته الاسكندراني خالص يا جماعه، عشان الفته الاسكندراني بتتعمل بطريقه مختلفه خالص.
شايفين قوام الملوخية ولونها؟ هنا بقى كل اللي انا عملته ان انا حطيت العيش في طبق التقديم. يعني ما حطيتش حتى كبشة شوربة ولا اي حاجة. هو الخل كان يعني الخل مع البخار مع السخونية، يعني طرى العيش شوية. احنا مش بنحبه طري قوي، يعني ان احنا بقى نعومه شوربة وكده. تمام، لا. فهنا بس كمان هحط الصلصة السخنة. بصوا قوام الصلصة عامل ازاي. انا طبعا زودت الصلصة شوربة زي ما قلت لكم في نص الفيديو، بس تقريبا المقطع ده ما جاش. بس طبعا يعني بتشربي كل حاجة من الصلصة. بصوا بقى الرز السخن لما هينزل، يعني قلبته كده تقليبتين. في المرحلة دي ناس بتحب تحط برضو معلقتين رز مع العيش وتقلبهم وتنزل بالرز بعد كده. فانا ساعات بعملها يعني، بس انا المرة دي عملت كده، قلبت بس الصلصة كده في العيش وحطيت الرز عادي على الوش. كمية العيش بتبقى قليلة والرز هو اللي بيبقى اكتر. يعني ما بحبش خالص الفتة اللي بحس ان الناس فيها مكترة العيش قوي، لا. حاولوا كده تجربوا ان العيش ما يبقاش كتير، يعني اعملي رغيف عيش او رغيف عيش صغنن. ده انا عامله رغيف ونص صغير قوي. لان برضو لما بيطرى شويه يعني ايه العيش بيزيد، فاهماني؟ بس والرز هو اللي بيبقى اكتر. يعني انا حاطه، اظن قدامكم كان واضح الرز، انا حطيت رز كتير. الرز كان اكتر من العيش. وده شكل اللحمه. تمام، طبعا اللحمه ما شاء الله كانت تحفه تحفه تحفه، يعني طعمها كان فظيع. خدت معايا وقت قد ايه في السوا؟ خدت حوالي ساعة ونص في السوا القطعية دي، عشان انا مكبرة الحتة شوية. زي ما قلتلك انتي حرة، انتي ممكن انتي القطعية يعني تقطعي اللحمة بطريقتك. بس حبيت بقى يعني يبقى في اختلاف شوية عشان ده عيد وكده. فحبيت ان القطعية تبقى كده، وحطيت شوربة وملوخية، وده كان منظر الاكل. استودعكم الله بقى، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما كنتش طولت عليكم الفيديو. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كل سنة وانتم طيبين، باي باي.